ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل برجر بحجم عائلي او فطيرة البرجر. طريقة سهلة جدا وسريعة، وطريقة تشكيل مفيش اسهل من كده. الناس اللي ما بتحبش تقف كتير في المطبخ، العجينة بتاعتنا النهاردة سهلة جدا وفي نفس الوقت النتيجة بتاعتها رهيبة زي ما انتوا شايفين. والحشوة طبعا تحفة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. في البداية عندي 3 كوبايات من دقيق المخبوزات او متعدد الاستخدامات، نخليهم كويس جدا. هضيف عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ورشة ملح، وهقلب كويس المكونات الجافة مع بعض. بعد كده هضيف كوباية لبن دافي، وابدأ بقى ان انا اعجن كويس العجينة بتاعتي. طبعا ممكن تحتاجوا لبن زيادة على حسب نوع الدقيق بتاعكو. اهم حاجة لو هتزودوا اي سوائل بنضيف شوية صغيرين علشان يعني العجينة بتاعتي ما تطراش معايا زيادة عن اللزوم. في الاخر خالص بعد ما العجينة بتلم معايا بضيف مكعبين كده من الزبدة، حوالي 35 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. وابدأ ان انا اعجن كويس بالشكل ده مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما العجينة بتاعتي تبقى ناعمة خالص زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بجيب البولة بتاعتي وبغطيها وبسيبها تخمر في مكان دافي. في الوقت دوت بجهز الحشوة بتاعتي. عندي طاسة سخنة فيها معلقتين زيت، بنزل عليهم بربع كيلو من اللحمة المفرومة. لو اللحمة بتاعتكم مش حمراء فيها نسبة دهون، مش بنضيف خالص اي مواد دهنية. بعد كده بعد ما اللحمة بتغير لونها بضيف بصلاية متوسطة الحجم متقطعة مكعبات. وبعد كده بضيف التوابل بتاعتي. انا مش بضيف اي توابل كتير للبرجر. بضيف رشة ملح واختياري بهارات لحمة او 7 بهارات زي ما انتوا عايزين. بعد كده بغطي وبسيب اللحمة بتاعتي تستوي على نار هادية لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. بعد بقى ما بتستوي معايا بالشكل ده بفتح وبملحها وبعد كده بطفي النار، اسيبها تهدى. في الوقت دوت بتكون العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده. بطلعها وبشكلها كورتين متساويين وبسيبهم يرتاحوا شوية. بعد بقى ما ارتاحوا معايا بجيب اول كورة برش رشة دقيق على الرخامة وببدأ ان انا افردها. بتتفرد معايا بمنتهى السهولة. اهم حاجة نفردها على قد ما نقدر شكل دائري. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي وبفردها فيها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بحط الصوص بتاعي عبارة عن 3 معالق مايونيز، عليهم معلقة كبيرة كاتشب ومعلقة صغيرة مستردة، واختياري خيار مخلل. بعد كده بوزع الحشوة بتاعتي والجبنة بتاعتي. استخدمت النهاردة جبنة شيدر بتدي طعم حلو للفطيرة. بعد كده بفرد الجزء التاني، وبعد ما بفرده بوزعه كده على الصينية بتاعتي. والاطراف بحاول ان انا اداريها كده وادخلها من تحت العجينة علشان تدي شكل حلو. طبعا في الوقت دوت بكون مسخنة الفرن بتاعي علشان يكون جاهز معايا. بعد كده بفرد الفطيرة بتاعتي كويس جدا في الصينية وبظبطها كده. بعد كده بدهن الوش بتاعي بالبيض، عليه معلقة كبيرة من اللبن، وبزينها بأي حاجة انتوا عايزينها، رشة سمسم. وبدخلها الفرن بتقعد معايا حوالي ربع ساعة. ممكن تشغلوا الشواية لو ما خدتش لون معاكم من فوق، بس انا مش بشغل الشواية. اهم حاجة لما تطلع لازم تغطوها وتسيبوها لحد ما تدفى كده علشان تفضل معاكم طرية. بعد كده بتقدموها. شايفين بقى طرية جدا وطعمها رهيب. والحشوة بسيطة بس في نفس الوقت طعمها حلو جدا. هستناكم بقى تجربوا الوصفة. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.